السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة جاية وجايبة لكم وصفة حلوة جدا جدا كالعادة. النهاردة هعمل معاكم السابليه بطريقة سهلة جدا وبسيطة من أول العجينة. كمان هنعمل أشكال حلوة قوي قوي هتعجبكم. هنعمل الميني تارت اللي يجنن، وكمان هنعمل التارت بحشوات حلوة قوي قوي، وكمان هنعمل أشكال كتير جدا من السابليه وهنزينها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. الفيديو بتاع النهاردة أكثر من رائع. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي مشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بعمله. وما تنسوش كومنت منكم حلو هيفرق معايا كتير. أول حاجة هنبتدي بالعجينة بتاعتنا. المقادير عبارة عن إيه؟ 750 جرام من الدقيق، 500 جرام من الزبدة، 250 جرام من السكر البودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وفانيليا سائلة أو لو مش موجودة فانيليا باودر عادي. هنجيب العجان بتاعنا وهننزل بكل المقادير على بعض. الطريقة بتاعتي السنة دي حلوة جدا وسهلة وبسيطة، والنتيجة بتاعتها أكثر من رائعة. نزلنا بالدقيق زي ما انتوا شايفين. بعد كده السكر البودر، بعد كده البيكنج باودر، ونزلنا بالزبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة نوع الزبدة يكون كويس عشان يكون السابليه بتاعنا طعمه حلو. وبعد كده نزلنا بالفانيليا الغامقة زي ما انتوا شايفين، ولو مش موجودة نحط فانيليا باودر حلوة برضو مفيش اي مشكلة، بس طبعا الفانيليا الغامقة بتبقى ريحتها اقوى. زي ما انتوا شايفين انا ركبت الكف وابتديت اعجن في العجينة بتاعتي. هنعجن فيها لحد ما يكون القوام بتاعها مناسب زي ما انتوا شايفين كده. حلوة قوي العجينة كده اتظبطت وبقت زي الفل. هنشتغل منها على طول. لازم تنضف العجان زي ما انتوا شايفين كده. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وضعف الكمية زي ما انتوا عايزين. بصوا هنا انا بوريكم العجينة بتاعتنا. اول ما تاخد القوام ده، القوام الناعم الجميل جدا اللي انتوا شايفينه واقدر اشتغل بيه، هو ده كده تبقى العجينة بتاعتنا جاهزة. بعد كده هنجيب ورق زبدة وهناخد قطعة من العجين زي ما انتوا شايفين، ونحط عليه ورق زبدة ونبتدي ان احنا نفرده. هنفرده بسمك مش رقيق جدا، السمك يكون برضو عالي شوية هتشوفوه معايا دلوقتي. نفرد كده بالمردنة زي ما انتوا شايفين. العجينة بتاعتنا ناعمة تحفة ممتازة جدا جدا. ونفردهم بين ورقتين زبدة لان دي حاجة مهمة قوي عشان العجينة ما تلزقش معاكم. بعد ما نفردها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، السمك ده ممتاز ما يكونش ارفع من كده ولا يكون سميك عن كده. بعد كده نجيب الاشكال بتاعتنا، الدايرة، الوردة، القلب. انا هوريكم كذا شكل، وطبعا لو انتوا عندكم اشكال تانية اعملوا بيها برضو. هنبدأ بالقلب الصغنن ده. انا حبيت السنة دي تكون الاشكال معايا صغيرة بتبقى شكلها احلى. بصوا سمك القلب حلو جدا جدا، ما تعملوش ارق من كده ولا السمك ما يكونش اعلى من كده. اشكال القلب حلوه قوي. انا عملته معاكم قبل كده، عملت اشكال كبيره واشكال صغيره، بس السنه دي حبيت ان انا اعمله اشكال صغيره. طبعا شكل القلب تحفه حلو جدا جدا، وفي التزيين كمان بيبقى حلو قوي. كمان هنعمل بالورده. انا هوريكم كل الاشكال اللي معايا وهخلص طبعا العجينه كلها عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. اول حاجه عملنا القلب، تاني حاجه هنعمل الورده، وكمان هنعمل دوائر صغيره. بصوا الموضوع سهل ازاي، والعجينه ناعمه وطريه بتطلع معانا بمنتهى السهوله. بصوا شكل الورده حلو قوي قوي قوي، يجنن بجد. كل ما الاشكال بتكون صغيره كل ما بيكون جميله. كمان الدايره تحفه حلوه جدا جدا، والمقاس ده حلو قوي قوي. كده عملنا مع بعض 3 اشكال، القلب والورده والدايره. انا بقى هكمل كل حاجه وهوريكم بعد ما اخلص.
أنا باحاول بس أوصّل لكم الفكرة، وبعد كده أكمّل ورا الكاميرا عشان ما يكونش الفيديو طويل. زي ما أنتم شايفين السُكّر شكلهم حلو جدًا، جدًا، عملنا الدايرة، عملنا القلب، عملنا الوردة، شكلهم حلو أوي، أوي، أوي. الفرن بتاعتي هتبقى سخنة وهادخّله في الفرن على الشبكة، تمام؟ وطبعًا السابليه ما بيحمرش من فوق، يا دوبك ياخد اللون الدهبي من تحت وبنطلّعه. زي ما أنتم شايفين هو جوّه الفرن دلوقتي، أول ما ياخد لون دهبي فاتح من تحت هابتدي أطلّع السابليه بتاعي. بُصّوا هو كده استوى، حلو جدًا، جدًا وتحفة، ما فردش. بُصّوا أنا وريته لكم برّه، ما فردش، يا دوبك خَد اللون، غيّر لونه بس بسيط من فوق، ومن تحت خَد اللون الدهبي الفاتح. كده الأشكال بتاعتي جاهزة وتحفة وتجنن. هنعمل إيه بقى تاني؟ هنعمل التارتات. هنعمل تارتات صغيّرة هنعمل تارتات عادية، وهنعمل الmini tart الصغيّر ده. الاتنين أحلى من بعض صراحة، حلوين جدًا، جدًا. هناخد حتة عجينة ونبتدي نجوّفها جوّه الطرت زي ما أنتم شايفين كده، نسيب مساحة عشان الحشوة، وفي نفس الوقت برضه ما تكونش خفيفة أوي عشان نعرف نقلب الطرت بتاعنا ويطلع معانا ممتاز. بُصّوا تعملوا زي ما أنا باعمل كده بالضبط. التارتات دي بتكون موجودة فين؟ بتكون موجودة عند المحلات اللي بتبيع مستلزمات الحلواني. شايفين شكل الmini tart يجنن بجد، عجبني أوي، أوي، أوي. حتة عجينة وبنبتدي نحطه جوّه الطرت بتاعنا، ونلفه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، لحد ما نخلّص كل الكمية. نعمل بقى التارتات، عملنا الmini tart نعمل التارتات بنفس الطريقة برضه. وما تخافوش لمّا بتستوي بتطلع من القالب بسهولة جدًا ومش بيحصل لها أي حاجة. كل ما بتعملي الحاجة في البيت بجد بتبقى فرحة حتى للولاد لمّا يكونوا جايين من برّه كده وشامين البيت كُلّه ريحة حلوة جدًا، جدًا. ف بتفرق كتير جدًا. ده غير طبعًا أسعار الحاجة في المحلات دلوقتي غالية أوي، أوي. كلّكم عارفين طبعًا الأسعار عاملة إزاي، ومهما إنِّك جبتِ من برّه ما فيش أحلى ولا أنضف من حاجة البيت. فبجد قومي اعمليه في البيت هتلاقي طعمه حلو جدًا، وهتزعلي إنِّك بتشتري أي حاجة جاهزة من برّه. الموضوع سهل جدًا وبسيط، هنعمل مع بعض كل حاجة، هنعمل حشوات حلوة جدًا، جدًا النهارده. بجد الفيديو ده من الفيديوهات المفيدة جدًا، جدًا. وأنا ما فيش أي حاجة بتنزل على قناتي إلا لمّا تكون مفيدة، باكون متأكدة منها 100% قبل ما أنزّلها على قناتي. عملت 2 تارت زي ما أنتم شايفين، وعملت الmini تارت معاكم، وهاكمّل كل الكمية وأورّيكم زي ما أنتم شايفين كده. أنا خلاص خلّصت كل الكمية، دلوقتي بقى جه ميعاد الخبز بتاعنا. هنجيب صواني ونبتدي نحطهم فيه. زي ما أنتم شايفين حطيناهم، الفرن بتاعتي سخنة، هاحطهم على الشبكة. أول ما الحروف تاخد اللون الدهبي هاروح مطلّعاهم على طول. بُصّوا هنا دخلوا الفرن خلاص. أنا بس في حاجة كنت عايزة أقولها لكم، إنكم قبل ما تدخّلوهم الفرن تبتدوا إن أنتم تجيبوا دبوس طرح عادي جدًا، وتبتدي إن أنتم تشوّكوهم كده علشان ما يقبّوش في الفرن. ولو أنتم عملتوا كده والطرد بتاعكم قَب، فأنتم هتبتدي تجيبوا معلقة و يعني تنزّلوا أي حاجة قَبِّت زي ما أنتم شايفين. طبعًا خلاص هو استوى وخَد اللون التحفة زي ما أنتم شايفين كده. زي ما قُلت لكم هو بس بيبتدي ياخد لون بسيط من فوق، ومن تحت بيكون لونه ممتاز زي ما أنتم شايفين كده. طلع بمنتهى السهولة من القالب، ما تخافوش خالص مش هيتكسر، وهيطلع حلو جدًا، جدًا. شايفين؟ بمنتهى السهولة لإن العجينة فيها كمية كبيرة من الزبدة، فهتبتدي تطلع بالراحة بُصّوا بسرعة جدًا زي ما أنتم شايفين كده. مش محتاجين إنكم تدهنوا القوالب زبدة ولا أي حاجة. بُصّوا التورتات الكبيرة طلعت حلوة إزاي. هنعمل بقى الmini tart بنفس الطريقة هيطلع برضه. شايفين الmini tart؟
ونصيحة مني إنكم تعملوا الحاجات دي في يوم وتخلوا يوم التزيين كده يوم تاني علشان تكونوا رايقين وتكون الحاجة بردت وتعملوا الحشوات بتاعتكم وتزينوا بقى بمزاج وانتوا رايقين. شايفين الميني تارت تحفة، عجبني جدا جدا، حلو قوي قوي قوي، حتى في التزيين بسيط جدا، شكله يجنن بجد. وده شكلهم بعد ما طلعوا من القوالب، وده شكل السابليه اللي احنا كنا عاملينه في الصاج، حلو جدا جدا. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل الحشوات بتاعتنا اللي تجنن عشان نعمل احلى واطعم سابليه ممكن تشوفوه. اول حشوه معايا شوكولاته بيضه، 600 جرام من الشوكولاته البيضه، نص كوبايه من اللبن، معلقتين كبار من الكريم شانتيه البودر. هبتدي انزل بيهم على بعض واحطهم على نار واطيه جدا 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 لحد ما الشوكولاته بتاعتي تدوب تماما. طبعا انا عامله كميه كبيره لان الحشوه دي انا هقسمها وهنعمل منها كذا طعم، وكمان انا مضاعفه كميه السابليه. هنا حطيته على البوتاجاز، هأكد تاني نار واطية جدا جدا، لو نار عالية هتبوظ منك. زي ما انتوا شايفين سبتهم لحد ما دابوا تماما، وممكن ان انتوا تصفوهم تمام. بعد ما دابت الشوكولاتة بتاعتي قسمتها على 2 زي ما انتوا شايفين. معايا صوص فراولة تحفة جدا، ممكن تجيبوه جاهز او ممكن تعملوه في البيت، بيتعمل بمنتهى السهولة. عبارة عن كوباية من الفراولة عليها 3 معالق او 4 معالق من السكر، وهنسيبهم على نار واطية جدا. وبعد ما يبردوا ممكن نضربهم بالهاند بلندر وممكن ما نضربهمش عادي جدا. طعم الشوكولاتة البيضة وخلاها طعمها في حتة تانية. احنا حطينا 3 معالق كبار من صوص الفراولة، ممكن تحطوا 4 وقلبناهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين. الحشوة التانية حطيت 3 معالق كبار من جوز الهند البودر الناعم، وهبتدي اقلبه برضو. طعم الحشوة دي حلوة جدا. ولو لقيتوا الحشوة بتاعت جوز الهند ناشفة شوية ممكن نحط عليها معلقتين لبن مغليين، معلقتين بس، ونقلبهم كويس جدا هيبقى زي الفل. الحشوة التالتة معايا وهي جناش الشوكولاتة. معايا شوكولاتة 200 جرام زي ما انتوا شايفين، 200 جرام من الشوكولاتة الغامقة، عليها معلقة كبيرة من الزبدة، عليها معلقتين كبار من الكريم شانتيه البودر، ونص كوباية من اللبن، وبرضو هنحطهم على نار واطية جدا جدا. الجناش ده تحفة، تحفة جدا جدا. طبعا هقلبهم واحطهم على نار واطية جدا جدا، باكد على ان النار تكون واطيه. طبعا هي دابت دلوقتي، هنصفيها برضو بالمصفى لو حبيتي، وبعد كده هنسيبها في التلاجة لحد ما تاخد القوام التحفه ده، تحفه جدا جدا. كده عملنا كام حشوه؟ 3 حشوات. وطبعا ممكن تستغني وتعملي حشوه واحده بس لو انت مش حابه تعملي كذا حشوه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله انا ضاعفت الكميه، يعني الكميه اللي قدامكم دي كلها معموله بكيلو ونص دقيق تمام. ومعايا الحشوات بتاعتي اللي تجنن، الشوكولاته البيضاء بالصوص الفراوله، وكمان الشوكولاته البيضاء بجوز الهند، ومعايا الجناش، ومعايا شوكولاته سودا، شوكولاته غامقه دايبه، وشوكولاته بيضاء، ومعايا صوص الفراوله. دلوقتي هنبتدي نزين. هنجيب ورده زي ما انتم شايفين ونحط في النص بسيط جدا من الشوكولاته، ونحط ورده تانية ونبتدي نغطسها في الشوكولاته بتاعتنا زي ما انتم شايفين ونطلعها. موضوع سهل جدا وبسيط. واحده تانية من المدوره حطيناها في الشوكولاته البيضاء، وابتدينا نحط الوش بتاعها، لاني هحط عليه من فوق عين جمل زي ما انتم شايفين دلوقتي. دي شوكولاته دايبه غامقه، ودي شوكولاته بيضه برضو مدوبينها على حمام مائي تمام. طبعا انتوا كلكم تعرفوا ده. نقطة من الشوكولاتة بين البسكوتين كده ونقفلهم ونبتدي ننزلهم في الشوكولاتة بتاعتنا. موضوع سهل جدا وبسيط. والمدورة بقفلهم، وبعد كده بحط شوكولاتة على الوش، واحط واحدة عين جمل لوز زي ما انتوا عايزين. بنفس الطريقة دي هخلص كل الكمية. موضوع سهل جدا وبسيط، وطبعا التزيين ده بتاعك زي ما انت عايزة تعملي اعمليه.
لازم الشوكولاتة بتاعتِك تكون دايبة جدًا كويس عشان تكون سهلة معاكِ في الشغل. زي ما أنتم شايفين ده بعد تزيين حلو جدًا، 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 سهل جدًا وبسيط والنتيجة بجد تفرّح. بمجرد ما الشوكولاتة بتاعتي تمسك ممكن تعبيهم في أي علبة مش بيجرى لهم أي حاجة. أحلى وأطعم وأسهل سابليه ممكن تعمليه في حياتِك، سهل جدًا وبسيط وطعمه حلو أوي، أوي، أوي. ما بياخدش وقت على فكرة. دلوقتي هنبتدي نعمل إيه، نعمل التارتات. طبعًا إحنا عاملين حشوات، هنبتدي بقى نحط الحشوة اللي أنتم عايزينها. دي الشوكولاتة البيضا مع صوص الفراولة، وهازينها من فوق كده بالفراولة بباقي صوص الفراولة اللي أنا عملته. طعمها يجنن على فكرة. دي برضه هازينها بإيه، هازينها بالجناش اللي إحنا عملناه مع بعض حلو جدًا، جدًا. ممكن تحطيها كده، ممكن تحطي عليها مكسرات زي ما أنتِ عايزة. أنا عندي عين جمل فهاحط عين جمل. في التقديم رائعة جدًا، خطيبِك جاي لِك، حماتِك جاية عندِك، كوني مميزة في العيد واعملي أحلى وأطعم سابليه. وهنحط الشوكولاتة البيضا اللي بالجوز الهند اللي طعمها يجنن بجد. وبرضه هنحط مكسرات لو مش حابة براحتك. كده عملنا أحلى وأطعم تارتات زي ما أنتم شايفين، ودايمًا نزين الحاجة اللي إحنا هنقدمها، تمام، ونشيل باقي التارتات فاضية زي ما أنتم شايفين كده، وفي الوقت اللي إحنا عندنا ضيوف أو أول يوم العيد نزين زي ما أنتم شايفين. الميني تارت برضه بنفس الطريقة. طبعًا أنا حاطة كل الحشوات في أكياس زي ما أنتم شايفين عشان أعرف إن أنا أزين بيها. الميني تارت ده بقى يجنن، يجنن بجد، سهل كده وبسيط وحلو أوي، أوي. برضه هنحط عين جمل كده فوق الجناش وما فيش أي حاجة تاني محتاجة إن أنا أحطها، هو حلو أوي كده. والحشوات دي تجنن ورائعة أوي، وزي ما قُلت لكم ممكن إن أنتم تستغنوا تخلّوها على حشوة واحدة بس. دلوقتي بقى حبيت أعمل لكم كده مسك الختام وأعمل لكم حاجة كده تجنن وتحفة، وبرضه هنستخدم فيها السابليه بتاعنا. عندنا شوكولاتة مُدابة، شوكولاتة غامقة زي ما أنتم شايفين، وعندي قالب سيليكون. هابتدي أحط كده في كل واحدة كده معلقة ونُص من الشوكولاتة الدايبة، وابتدي إن أنا أوزّع الشوكولاتة بالمعلقة زي ما أنتم شايفين. بعد كده قلبتها عشان أنزّل الشوكولاتة الزيادة وبعد كده هنشيل طبعًا الشوكولاتات ونسيبها تنشف ونبتدي نحشيها أحلى حشوة. هي كده ابتدت تمسك نفسها. هابتدي بقى إن أنا أحط صوص الفراولة الأول، بعد كده أحط الشوكولاتة البيضا بصوص الفراولة، وهنقفّل بقى بواحدة من السابليه التحفة بسكوتاية كده قمر، وبعد كده نقفل بالشوكولاتة الدايبة. تجنن. هاوريها لكم بقى وهي بتطلع تجنن بجد، حلوة أوي، أوي، أوي. شايفين القمر؟ تاني واحدة عملتها بالجناش، وتالت واحدة عملتها بالشوكولاتة البيضا اللي هي بالجوز الهند، وبرضه بنقفل بالبسكوتة بنفس الطريقة. وآخر 2 عملتهم بجناش الشوكولاتة لإن ولادي بيحبوا الشوكولاتة جدًا، بس المرة دي هاحط بقى عين جمل جواهم. حلو أوي، أوي، وقفلت بالبسكوتات زي ما أنتم شايفين. بعد كده هاخد بقى الشوكولاتة الدايبة وابتدي إن أنا أحط على كل واحدة عشان لمّا نيجي نطلّعهم يكونوا ماسكين في بعض. وبعد ما أخلّص دلوقتي هادخّلهم التلاجة وقت بسيط جدًا وهنطلّعهم مع بعض. هنا بعد ما طلعوا من التلاجة أنا ما تخيّلتش النتيجة تطلع قمر كده زي ما أنتم شايفين، شايفين؟ وطبعًا كل ما تجيبي قالب سيليكون شكله متغيّر كل ما الشكل هيطلع زي ما أنتم شايفين كده، حلو أوي، أوي ويجنن جدًا، جدًا. عملت لكم تشكيلة رائعة. يالّا بينا بقى نفتح واحدة ونشوف شكلها من جوّه هيطلع إيه. بُصّوا اللي إحنا فتحناها دي حلوة أوي، أوي، طلعت اللي هي فيها الجناش الشوكولاتة تجنن، البسكوتاية من تحت هي مليانة جناش ومغلفة من برّه بالشوكولاتة، حاجة كده قمر، قمر. عملت لكم كذا نوع عشان كل واحد فيكم يعمل اللي هو عايزه. دي بقى اللي إحنا حشيناها بصوص الفراولة، وبعد كده الكريمة الشوكولاتة البيضا بصوص الفراولة. وبكده خلصنا الفيديو القمر التحفة اللي انتوا شايفينه ده. عملته بكل حب، مش بخبي عليكم اي حاجة، كل صغيرة وكبيرة قلتها لكم. لو انتي خايفة تعملي الكمية دي كلها مع بعضها او الاشكال دي كلها مع بعضها، ممكن تعملي نوع واحد بس، تعملي العجينة وتعملي السابليه الاشكال اللي هو الوردة والقلب وبس، وجربي كده هيعجبك جدا جدا. بقيتي شطورة اكتر ابتدي اعملي الميني تارت والتارت واعملي الحشوات، هتعجبكم جدًا، جدًا، وقد إيه هتكوني فرحانة وفخورة بنفسِك إنِّك طلّعتِ الشغل التحفة ده كإنِّك شارياه من أحلى محل حلويات. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا باعمله. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وكل أيامكم سعادة وحب. باحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.